فيديو جديد في اغرب جوله عشوائيه في يوتيوب، تيك توك، فيسبوك بتاع المحتوى المصري. فبدون كلام كتير، لايك، فولو، اشتراك، ندخل في الفيديو على طول. في الفتره اللي فاتت كانت ظهرت ترند غريب بتاع علبه الكحك ام 39,000 جنيه، خلينا نقول 40,000 عامه. وبدا اللي انا عرفته عشان بس محدش يقعد يقول الدنيا، هي العلبه بتتعمل بالطلب، مش موجوده ان انت تروح تشتريها، لا بتتعمل بالطلب. ستيل طبعا سعرها عبيط حرفيا. تقريبا اللي بيشتري الحاجات دي اما هو مختل عقليا، اما معاه شويه فلوس وعاوز يطيرها مش عارف يعمل بيها ايه. فهناخد جوله كده النهارده في الكحك المصري، ايه اللي وصلوا الاسعار الغريبه دي. علبه كحك ب 39,000 جنيه، في بوست منتشر على الفيسبوك. هو قال كلمه 39,000 جنيه، كنا بيقول علبه كحك ب 39 جنيه وعداها كده مرور الكرام مش عارف ليه. مستر محمد زي حضرتك 40,000 جنيه ناقصين من خزنه الشركه، حضرتك افتح تحقيق حالا، انا جاي لك فورا. طبعا كاي بلوجر ده اعلان بالنسبه له مدفوع له وحقه، هو شغال وبيجي له اعلان يعمله، بس نوعيه الاعلانات دي بحس انها بتستخف بعقل المشاهد جامد قوي. 30,000. البراند اللي عامل العلبه دي هو براند اكسبشن، كاتبين عليها ان هي ببصمه وباسورد. بمناسبه البراند اللي قال عليه، يا جدعان انا عامل لهم ديزاين على ديزاين هحطه دلوقتي قدامكم، ده تصميمي انا اللي عامله، كنت مقلده لليوتيوبر احمد حمدي بتاع الجرافيك، فقلت عملت لهم 3 تصاميم هيظهروا قدامكم حالا على الشاشه. وبتتشحن وليها موبايل ابلكيشن وليها كارت كمان تتبرمج. مش ممكن نفتحها بالباسورد. بسم الله. واو. اكسبشن. عيد سعيد. هو تقريبا ال 40,000 جنيه دول ثمن العلبه والباسورد والراجل اللي برمج الليله دي كلها. بسكوت شوكولاته، بسكوت سبيشال، كوكيز شوكولاته، كوكيز ميلك. يعني والله هي نفس الحاجات اللي بتتباع بره، والله مفيش جديد، يعني هي نفس الحاجه اصلا. حلو قوي. ما لازم 40,000 لازم تقول حلو، انت ما قلتش حاجه غير كده ممكن تدبح فيها. بسم الله. الشوكولاته اللي هنا حلوه قوي. الشوكولاته اللي هنا اتس فيري يامي، اتس فروم بلجيوم، اتس ايطاليان شوكليت. كحك طبعا اهم حاجه. وي ميسيو. كحك محشي. جديده. انا كنت بحسب الكحك بيبقى ساده، طبيعي هيكون محشي، الكحك نفسه يكون محشي طبيعي. بس انا كده اكلت ب 2000 جنيه بس. حلو قوي قوي قوي. ده معمول العلب العاديه. وبعد كده بقى بيبدا يجيب لك المقارنه عن يعني نفس الشركه اللي اسمها اكسبشن او البراند ده، عندهم العلب بقى العاديه اللي بتلاقي 500 600 يعني 1000 جنيه مثلا بتاعتنا. بس فعلا اسعار العلب الكحك في الرينج ده في الاماكن الكبيره من 500 ل 1000 تقريبا. كلها من غير ما تدفعوا الرقم ده طبعا. اكسبشن عندهم العلب العاديه بتاعتنا. تمام ماشي. طب في المبلغ اللي دفعنا. هاني فود محترم جدا وبيعمل حاجات خير كتير والمطعم بتاعه شغال 100 بس هو اوفر رياكت قوي لما بيجي يعمل اعلان، بيعمله اوفر رياكت بطريقه مستفزه. جنيه وفي عصرنا هذا علبة الكعك تتفتح ببصمة الصباع. اكسبشن. عيد سعيد. مرحبا بك يا هاني فود. الحته اللي هو عاملها دي عاملها بالاي اي، اللي هو طلب من الاي اي يقول له اكسبشن مرحبا بك هاني فود، عاملها بالاي اي، ركزوا فيها تاني. صباع. اكسبشن. عيد سعيد. مرحبا بك يا هاني فود يا ميديكال كوليسترول. يعني مثلا لو رحنا عند عمرو الهادي هنلاقي حاجات في حدود 3000 جنيه، ستيل غاليه برضه. مش عارف ايه نوع الطبقه اللي هم بيخاطبوها، بس ستيل غاليه قوي. وتحميصة سمسم على الشعره، ولما الحشو يتقطع على الشعره جامد. ده لعشاق السمسم، ولا ناعم ولا خشن. ومش هتصدقوا بقى سعره مع نظافه الخامات وكميه التفاصيل والخطوات اللي انا شفتها في مصنعه. الكحك كله يبقى. هي الفكره تقريبا ان الفود بلوجرز مش عارفين يفاس مرتباتها 5000 و7000 جنيه، ولو خد 3000 جنيه وجاب بيت كحك منهم هو المرتب بتاعه الشهر الضرب من 350 جنيه. ماشي. هو عندهم حاجات حلوه زي ما هو قال، من 350 500 400 1000 1000 ونص 2000 3000 ماشي كويس، بس الترويج في بدايه الفيديو او الهوك اللي هم بيحطوه عشان يجذبك تكمل الفيديو، فكره حته ان يقول لك 3000 او 40 او 7000 او 20000 ايا كان ايه المبلغ، فعشان يجذبك بس. كحك بقى ما تفوتوش بسكوت النشادر، ده طعم بسكوت النشادر اللي كنت باكله عند جدتي من 20 سنه مع شويه انواع بيتي فور خطيره. وبس كده ده وبس. دول كانوا اشهر 2 عملوا فيديوز عن الكحك هنا في مصر عامه، فاكتب لي تحت في الكومنتات جبت كحك كام وايه اكتر نوع كحك بتحبه، لايك فولو اشتراك، سيب لي كومنت جميل. سلام.